ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هحكي لكم قصه جميله جدا. القصه اسمها مزرعه جدي. لو بتحبوني كملوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم حطوا لايك واشتراك، وقولوا لاصحابكم يتفرجوا على العاب ملوكه. يا بابا يا بابا، قبل ما تمشي يا بابا يا بابا. في ايه يا احبابي؟ يا بابا احنا عايزين نروح عند مزرعه جدو. لا لا، ان شاء الله نروح يوم الجمعه. لا لا يا بابا، والنبي والنبي احنا خلاص جهزنا كل حاجة حتى لابسين. لا لا لا، خليها يوم الجمعة عشان اجي معاكو. خلاص يا بابا، ده يوم الجمعة بكرة. خلاص، انا واحمد اخويا هنروح النهاردة، وانت تعالى لنا بكرة. ماشي. طب اقول لكم على حاجة. ممكن اسيبكم تقعدوا اسبوع. هي هي هي. شكرا قوي يا بابا، احنا بنحبك قوي قوي قوي. يلا بقى عشان نخش نجهز حاجات تانية. هيه، هنروح مزرعة جدو، هنروح مزرعة جدو. بس بقى خلاص يا سلمى، احنا خلاص هنروح. بطلي دوشة بقى. يلا بينا. فعلا يا عمر، احنا بقالنا كتير قوي ما بنروحش المزرعة. يلا ادينا رايحين. عارف يا محمود، العيال بقالهم كتير قوي 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 ما بيجوش. ايوه فعلا عندك حق. طب هنعمل ايه؟ ادينا قاعدين لما حد يجي. الحاجة اعتماد دخلت وانا لبست لبس الشغل، مستني ولاد عمر يا ترى جايين ولا لا. انا جدو محمود وشايفك يا اللي ما عملتش اللايك والاشتراك. مستني ايه؟ انزل حط اللايك. جدو جدو، احنا جينا. الحق اروح انا بقى الشغل، وانا كمان هخش عند ماما. احنا بقى يا جدو عايزين نتعلم كل اسماء الحيوانات علشان نعلم اصحابنا. وكمان يا جدو عايزين نشوف الناس وهي بتحلب البقرة والجاموسة، وكمان بيزرعوا. يلا يا جدو، مستنيين ايه؟ ماشي يا حبايب جدو. طيب اول حاجة هنبدأ باسماء الحيوانات. اول شي هي البقرة، اول شي هي البقرة. البقرة جميلة. شو يا أصحاب؟ شو تعمل البقرة؟ شو تعمل البقرة؟ أول شي نحلبها مثل ذلك يا أحباب، مثل ذلك يا أحباب. بنحلبها كده عشان نشرب اللبن الشهي والزكي. ودي أول حيوان، يلا بينا على اللي بعده. يا أحباب يا أصحاب، اوعوا تقفلوا الفيديو، كملوا للآخر. تاني حيوان الخروف، الخروف الشقي. وبنستفاد بحاجتين، ايه هما يا أولاد؟ أول حاجة الصوف عشان نعمل هدوم. تاني حاجة وهي اللحمة، ناكلها ونشبع، نقول الحمد لله. يلا بينا يا أولاد، يلا بينا يا أصحاب. وبنذبحه في العيد، عيد الأضحى. يلا بينا يا أولاد، يلا بينا يا أصحاب. الحيوان التالت هو البط الشقي. البط يا أحبابي زي الفرخة اللي بناكلها، البط كمان بناكله، طعمه زي الفراخ، جميل جدا جدا. وصوته بك 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 بك. الحمار الأمور، الحمار الأمور، صوته نيا نيا. وده بقى مش بناكله. اما بقى الديك جدا في الفجرية، والصوت بتاعه كوكو 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 كوكو. انا بحبه جدا علشان بيصحيني من النوم، علشان بيصحيني من النوم، علشان اروح المدرسة. اما بقى الجمل من حيواناتي المفضلة، لاننا بنركبه، بنستعمله كوسيلة مواصلات. دي الفايدة الاولى. الفايدة التانية بناكل لحمه، وكمان بنذبحه في العيد. خلصنا الحيوانات. ده بقى اسمه الجرار، بنحفر بيه في الارض وبننقل منه الزرع. اسمه الجرار يا اولاد، اسمه الجرار يا اصحاب. اتمنى ان تكونوا عرفتوا كل الحاجات اللي في مزرعة جدي.
ولسه كمان ده بقى الديك الرومي جميل جدا جدا جدا، زي الفرخة بناكله يا أجمل أصحاب. أنا بحبه جدا جدا، طعمه شهي ولذيذ. برضو بيقول كوكو 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 كوكو، لكن مش بيدن. ما فيش حاجة، ما فيش إلا الديك بس هو اللي بيدن، لكن ده اسمه الديك الرومي، الديك الرومي. لا 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 لا. وبكده نكون خلصنا الحيوانات يا اصحاب، ووصلت المواصلات. يلا بقى اقول لكم ايه هما دول الفلاحين، لكل واحد منهم وظيفة. دي اول واحدة بتجرى في الارض وتقلب الارض، تاني واحدة بتجمع الزرع، تاني واحدة بتجمع الزرع، لكن الزرع اللي ينفع يتشال بالايد اللي هو قمح ورز. لكن التالت ده بقى بيجمع النعناع والملوخية بالمجرافة اللي معاه. وبكده نكون خلصنا يا أصحاب يا أحباب. يلا بقى قولولنا رأيكم في الفيديو في التعليقات. باي باي يا أصحاب. وبكده يا أصحابي أكون خلصنا القصة بتاعتنا النهاردة. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك والشير، ولو عايزين من الفيديوهات دي كتير قولولي في التعليقات. باي، أشوفكم على خير.